ازاي ممكن تقتل اولادها الثلاثه؟ ده في ناس بتتمنى ضافر عيل زي ما بيقولوا، وناس تانية ممكن تموت علشان خاطر ولادها. لكن اللي حصل ده خلى الناس تسأل ايه اللي يوصل انسانة انها تزهق ارواح اولادها بايديها. في مدينة الشروق بالقاهرة داخل فيلا هادية حصلت الجريمة. دخلت اسم الشرطة وهي بتعيط وبتقول بصوت مكسور انا قتلت ولادي، روحوا لهم يمكن تلحقوهم. الشرطة طلعت اتحركت فورا، لكن لما وصلوا كانت المأساة خلصت خلاص. 3 اطفال، ولد عنده 9 سنين وولد تاني عنده 8 سنين والبنت عمرها 6 سنين، كلهم ماتوا مخنوقين بربطة عنق اللي هي الكرافات. السيدة اعترفت وقالت انها كانت بتمر بأزمة نفسية حادة، وده حتى كان بشهادة الشهود اللي هم جيرانها، وانها مش قادرة تدفع مصاريف المدارس بتاعة الولاد، وان الحياة خنقتها فقررت تخنق ولادها. لكن التفاصيل كانت أبشع من كده. دخلت على ابنها الكبير اللي عنده 9 سنين، كان نايم وصحي وهو بيتخنق، بص في عينيها وسكت. ما هو دي امه اللي اتولد وهو حاضن ريحتها، اللي دايما حضنها امان. اكيد كان بيقول في نفسه مستحيل تأذيني، دي امي، بس للاسف مات. بعدها دخلت على ابنها التاني اللي عنده 8 سنين، صحته من النوم وقالت له اخوك مات ومش هينفع اسيبك لوحدك، لازم تروح له. الولد استسلم وكأن كلامها كان امر ومات هو كمان. في الاخر دخلت على بنتها الصغيرة اللي عندها 6 سنين، البنت اللي كانت بتحبها اكتر من اي حد. قالت لها اخواتك ماتوا وانا هدخل السجن ومش هينفع اسيبك لوحدك، لازم تروحي لهم. وخنقتها بنفس الطريقه وماتت البنت اللي كانت شايفه في امها كل الدنيا. 3 ارواح بريئه اتسحبوا من الدنيا وهم مش فاهمين ليه. كانوا فاكرين انهم في حضن الامان، لكن احيانا الالم بيخلي الانسان ينهار ويخسر اعز ما عنده. انت شايف ان في ظروف ممكن تخلي بني ادم يقتل ولاده، ولا مفيش مبرر مهما حصل؟ هل الفقر مبرر للجريمة اللي زي دي؟ طيب هل الضغط النفسي ممكن يمسح الرحمة من القلب؟ استنى رأيكم في الكومنتات. ولو شايف ان في حد حواليك ممكن يكون بيمر بنفس الأزمة، حاول توصل له علشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني.